الناس اللي بتدور على كاميرات تبدأ بيها في مجال التصوير علشان تصور ايا كانت، تصور بيها سيشنات او تصور بيها افراح او تصور بيها منتجات ايا كانت، انت محتاج كاميرا تكون في رينج مثلا من 8000 جنيه ل 10000 جنيه. فخليني اعرض عليك الكاميرا دي. الكاميرا دي اسمها نيكون دي 3200. الكاميرا دي ممتازه جدا جدا جدا. طبعا احنا كنا منزلينها قبل كده، ولكن هنقول الوصف بتاعها تاني علشان الناس اللي اول مره تشوف الكاميرا دي. الكاميرا دي بتصور ب 24 ميجا بكسل، تمام؟ ده بالنسبه للصور، وبالنسبه للفيديو بتصور بصيغه 1080. الكاميرا دي ممتازه جدا لانها بتصور ب 11 نقطه فوكس، وبتصور ب 24 ميجا بكسل. ف 24 ميجا بكسل دي حاجه مش قليله، باربع اطارات في الثانيه. في الكاميرا دي كاميرا جميله تقدر تصور بيها منتجات، افراح، سيشنات، اي حاجه محتاجه تصورها. كمان لو انت في ريح بيتك مثلا، في مثلا كافيه كبير، او في مثلا مكان الناس بتتجمع عليه، او في مثلا جنب منك حديقه، او في مثلا جنب منك بلاج، او في مثلا جنب منك اي حاجه الناس بتتجمع عليها زي مثلا شاطئ بحر، او مثلا زي كورنيش، او اي حاجه الناس بتتجمع عليها، تقدر تشتري الكاميرا دي وتنزل تصور. الصوره الواحده النهارده بتتصور ب 15 جنيه، فلو انت بس صورت 10 صور في 15 هيديك 150 جنيه. عايز اقول لك انت صورت بس 10 صور، في ناس بتعدي العدد ده بكتير، في ناس بتصور بال 40 وبال 50 صوره في اليوم، وفي ناس بتصور اكتر من 1000 صوره في اليوم. صدقني الكاميرا دي ممتازه جدا ومشروع حلو جدا، تقدر تستخدمها او تقدر تشتريها من اي مكان، مش لازم مني، بس انا بس طالع اعرضها عليك. الكاميرا دي كاميرا ممتازه اسمها دي 3200، عندنا كسر زيرو، تقدر تشتريها من اي ستور او من اي مكان. والكاميرا دي سعرها مناسب جدا، كمان وزنها خفيف. لو انت هتصور في الشارع فيديوهات او فلوجات، او لو انت هتصور وهتمسك الكاميرا فتره طويله، فالكاميرا دي وزنها خفيف، هتقدر ان انت تشيلها فتره طويله او تصور بيها كتير ومش هتوجع ايدك. وان شاء الله رب العالمين عندنا بنبيع وبنشتري كاميرات. لو عندك اي سؤال بخصوص التصوير بشكل عام سيبه لنا في كومنت وهنطلع ونجاوبك عليه.